اهلا بكم في طاروت الامبراطور. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لمنفصلين برج الجدي، طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج. خدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج الجدي، انا شايف ان الشخص اللي انتم ممكن تكونوا مبتعدين عنه، او ممكن تكونوا مفيش تواصل ما بينكم، او حتى في بلوكات. الشخص ده يمكن محتار، مش عارف يتواصل ولا يستنى شوية، ولا يشيل البلوك ولا يسيبه. بس الشخص ده جواه اشتياق ولهفة ليكم كتيرة جدا. انا شايف ان الشخص ده ممكن يكون في البعد، في امور هتحصل هتخلي الشخص ده يعرف قيمتكم كويس جدا، او حقكم هيرجع. في عدالة هنا انتوا هتحصلوا عليها. ان كان في حد استهان بيكم او استهان بحبكم، او ممكن يكون عاملكم باسلوب مش كويس، الشخص ده هيعرف قد ايه ان انتوا عملة نادرة، او قد ايه انتوا تستاهلوا كل الحب والتقدير والاحترام. وده اللي هيخلي الشخص ده هيتجنن عليكم. كتير منكم يمكن نفسيتكم تعبانة في الفترة دي، او بتحاولوا ان انتوا تتخطوا العلاقة دي او الألم ده. بس بتحسوا ان في مشاعر بتتملككم، بتحسوا ساعات ممكن تكونوا بتفكروا في الشخص ده في حين ان انتوا مش عايزين تفكروا فيه. بس الطاقة اللي جواكم دي بسبب ان ساعات الشخص ده بيبقى مشتاق ليكم جدا، وكتير عايز يكلمكم، وكتير عايز يتواصل معاكم. كتير بيبقى عايز يقولكم انتوا حاجة حلوة. عشان كده الشخص ده بيجي في تفكيركم، يعني على فجأة، مرة واحدة كده بيجي على تفكيركم. بس أنا شايف إن الشخص ده راجع، ولكتير منكم الشخص ده هيعرف قد إيه إن انتوا حاجة حلوة، ما ينفعش الشخص ده إن هو يضيعها من إيده. ويمكن يكون لو علاقة كراش هيكون فيها اعتراف بالحب، ولو علاقة حب هيكون فيه ممكن زواج. ممكن يكون حتى في طلاق ما بين المتجوزين والعلاقة ترجع من تاني، أو الاستقرار والزواج هيتم من تاني. يمكن حتى اتنين متجوزين او علاقة حب والعلاقة دي فيها برود في العلاقة، او بقى فيها مشاكل كتير، بس في زي ما يكون تقدير من الشخص ده يكون اتجاهكم في الفترة اللي جاية. وده اللي هيولد الحب ما بينكم من جديد. انا شايف ان انتوا كتير تعبانين. حاولوا ان انتوا تحافظوا على الطاقة اللي لسه موجودة فيكم، وتجددوا طاقتكم، وتبعدوا عن اي افكار سلبية او اي امور بتحبطكم، او بتدخل جواكم طاقة سلبية. محتاجين ان انتوا تقربوا لربنا وتدعوا، ويكون عندكم ثقة ان اللي جاي افضل. بس الشخص ده فيه حاجات كتيرة في حياته ممكن يكون متردد بشأنها، سواء كان عدم مقدرته على تمييز ما بين العلاقات اللي ممكن تكون صحية، او علاقات ايجابية او لأ. ممكن بيعرف الامور دي بعد فوات الاوان، او بعد ما يكون في بعد. وفي بعض الناس مش بتحس بالحاجة اللي في ايديها ان هي قد ايه جميلة، غير لما تروح منه، او لما يحصل خلاف او بعد، او يصادف ناس ممكن يكونوا معدنهم غير طيب، او ناس مش او ناس مش كويسين. يعرف ساعتها قد ايه ان انتوا تستاهلوا كل الحب والتقدير. بس الشخص ده انا شايف ان هو راجع. انتوا كتير حسيتوا ان العلاقة دي تعبتكم او ارهقتكم، لدرجة ان انتوا عايزين تمشوا من العلاقة دي، وعايزين بداية جديدة. حاسين ان خلاص العلاقة دي انتوا من كتر ما اديتوا فرص، او من كتر ما حاولتوا، او من كتر ما بتتعرضوا خذلان ورا خذلان، ان مبقاش في امل في العلاقة دي. بس انا شايف ان في حاجة حلوة هتكون في حياتكم. الشخص ده كتير بيراقبكم، ومش عايزكم تعرفوا، حتى لو للبعض منكم عامل لكم بلوك، او مفيش اي طريقة ان هو يراقبكم بيها. بس الشخص ده بطريقة ما بيعرف اخباركم. الشخص ده بيراقبكم وعايز يتواصل معاكم، بس متردد. يمكن منتظر اللحظة المناسبة، يمكن في مشاكل او ضغوطات او ظروف الشخص ده بيمر بيها، ومستنيها تتحل، او مستني الاوضاع تكون افضل، او يمكن مستني صدفة ان هي تجمعكم مع بعض، او يبقى في طريقة الشخص ده ان انتوا تقابلوا بعض من تاني، او تدوله فرصة تانية. بس انا شايف ان في حاجة انتوا من كتر ما طال انتظاركم ليها ان انتوا تحصلوا عليها، ويمكن حاسين ان انتوا كنتوا بتطلبوا حاجة ممكنة، بس الشخص ده ما كانش بيعمل من اجلكم الحاجة دي. فانتوا حاسين ان انتوا لازم تغادروا الشخص ده، او تمشوا من العلاقة دي. يمكن البعض منكم في علاقة بقالها سنين، وحاسين ان الشخص ده مش عايز يرتبط بيكم، وحاسين ان انتوا لازم تمشوا من العلاقة دي.
حاسين ان الشخص ده مش بيديكم اللي انتوا تستحقوه، بس الشخص ده يمكن منتظر الوقت المناسب. يمكن انتوا شكوككم او مخاوفكم اللي بتدور في بالكم دي ملهاش اي مكان من الصحة، يعني ممكن تكون مش صحيحة. اللي فيه منكم ممكن تكونوا حاسين ان الشخص ده بيتسلى بيكم، وانتوا مجرد وقت في حياته وخلاص، وبعد كده هيسيبكم. انا شايف ان الشخص ده صبور، عايز يمكن الاوضاع تكون افضل، او ان هو ما يبقاش فيه مشاكل او ما يبقاش فيه عقبات، او في حاجات في حياته يحلها. يمكن الحاجات دي هي اللي ممكن تكون مأخرة الصلح ما بينكم، او هي اللي شغلاه في الوقت الحالي، ومستني الامور دي كلها تتعدل عشان يصالحكم. بس اللي انتوا منتظرينه انا شايف ان انتوا هتحصلوا عليه. انا شايف ان انتوا هتكونوا كتير محظوظين جدا، والتوازن اللي انتوا ممكن تكونوا في الوقت الحالي فاقدينه وبتحاولوا ان انتوا تسترجعوه لحياتكم. انا شايف ان انتوا زي ما يكون في فرحة او سعادة او حاجة حلوة هتحصل، هتخليكم زي ما تكون مفيش حاجة ناقصاكم، زي ما يكون خلاص وصلتوا للي انتوا بتتمنوه، او للحاجة اللي انتوا ياما كنتوا مستنيينها. زي ما يكون هتحققوها، او هتجيلكم لغاية عندكم، هترجع لكم الفرحة والابتسامة والتوازن اللي انتوا ممكن تكونوا فقدتوه او مفتقدينه. انا شايف ان هيكون في بداية جديدة في حياتكم، والشخص ده عايز يرجع ليكم من تاني، وانتوا هيبقى ليكم حق الاختيار ان انتوا الشخص ده يرجع لكم ولا لأ. اكتبولي في التعليقات لو الشخص ده رجع لكم من تاني، هل انتوا هتوافقوا ان الشخص ده يرجع في حياتكم من تاني ولا لأ. ولو عجبتكم القناة ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة.